في 6 نوفمبر عام 1975 لبى أكثر من 350 ألف مغربي نداء الملك الحسن الثاني ليشاركوا في المسيرة الخضراء، مسيرة سلمية عظيمة لاسترجاع الصحراء المغربية من الاحتلال الإسباني. رجال ونساء من كل المدن يحملون القرآن الكريم في يد والعلم المغربي في الأخرى، يهتفون بصوت واحد: الله، الوطن، الملك. لم تكن المسيرة حرباً، بل كانت سلاماً يمشي على رمال الصحراء. قال الحسن الثاني حينها: صافحوا الإسبان إن وجدتموهم، فنحن لا نحاربهم، نحارب الاستعمار. وفي أيام قليلة تحقق النصر، ووقعت مدريد اتفاقاً يعترف بحق المغرب في صحرائه. المسيرة الخضراء ليست حدثاً في الماضي، بل روح وطن تتجدد في كل جيل، لتقول للعالم: الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد.